الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم جينا لكم بوصفة جديدة وهي الدجاج بالليمون والثوم. مكونات هذه الوصفة: نص كأس ليمون، نص كأس زيت زيتون، طبعا إذا مش متوفر زيت الزيتون ممكن زيت الأبيض تستخدموه، نص علبة زبادي، المكونات كلها مع بعض زي ما انتم شايفين. طبعا الليمون والثوم هو الأساس في هذه الوصفة. نضيف بعض المكونات الثانية: معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، شوية توم مدقوقين ناعم، معلقة كبيرة ماجي بودرة، 2 معلقة كبيرة من الزعتر المجفف أو الزعتر الأخضر. نخلط هذه المكونات كلها مع بعض. هيك بتكون عندنا أصبحت الخلطة جاهزة لتتبيلة الدجاج. وهذه الخلطة زي ما انتم شايفين تعتمد على الليمون والثوم. هيك أصبح عندنا الصوص جاهز زي ما شايفين. بنجيب دجاجة بنكون مقطعينها ومنظفينها منتبلة بهذا الصوص. بنخلي جلدها عليها عشان لما نشويها بالفرن تعطي بصيح الجلد وبقرمش وبطعنقها للدجاج. بعد ما غطينا الدجاج بطبقة الصوص اللي جهزناه بنتركها في الثلاجة لمدة ساعة وبنرجع لكم إن شاء الله. طلعنا الدجاج من الثلاجة زي ما انتم شايفين. حضرنا صينية بنستخدمها في الخبيز الفرن، أي صينية عندكم ممكن تستخدموها. بنجيب هنا بنبطن الصينية بقطع من البطاطا أو أي شيء عندكم، خضرة مثلا فلفل جزر، أي إشي بتحطوه على الصينية عشان يعطيها نكهة. بنضيف شرايح من البصل قطعناهم، وقطعة من الفلفل أو الفلفل غير حار، زي ما انتم شايفين. بنبطن فيهم على الصينية لما نخبز فيها الدجاج. بنجيب الدجاج هنا وبنرصه بشكل مرتب زي ما انتم شايفين. فيك تستخدمي اي كمية دجاج انت محتاجيتها. بالنسبة لبقية الصوص او الخليط اللي جهزته، هذا كان منقول فيه دجاج بنضيفه للدجاج على الصينية. بعد ما جهزنا الصينية زي ما انتم شايفين بنجيب قدير وبنلفها بهذا الشكل. وبندخلها على الفرن لمدة ساعة. وبهيك أصبحت عندنا صينية الدجاج بالليمون جاهزة. ما شاء الله ريحة طيبة، أكيد حتجربوها وحتعجبكم كتير.